جريمة القتل اللي في شقة بليغ حمدي هل كانت مدبرة؟ ومن مين؟ وليه؟ علشان تعرف أصل الحكاية تابع معايا. في 7 أكتوبر 31 اتولد بليغ حمدي. اتولد في شبرا في محافظة القاهرة. أبوه كان أستاذ فيزياء في جامعة فؤاد الأول، وبليغ كان ليه 4 إخوات أشهرهم الدكتور مرسي سعد الدين حمدي، وده كان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات سابقا. بليغ حمدي وهو صغير ابوه كان بيتنبأ له ان هو هيكون موسيقار كبير، واول ما تم 9 سنين طلب من ابوه انه يشتري له عود. ابوه وافق بشرط انه يهتم بالدراسه، وفعلا بليغ حمدي اتعلم العزف على العود بالرغم من صغر سنه وقبل حتى ما يخلص المرحله الابتدائيه. بعد الابتدائيه ابوه مات، لكن حزنه على ابوه ما نسهوش حبه الرهيب للموسيقى، ويدخل بليغ حمدي معهد الموسيقى العربيه. وبمجرد ما دخل المعهد الموسيقى كل اللي في المعهد حسوا ان بليغ دون هيبقى ملحن جبار وعنده نغمات ما عرفتهاش مصر قبل كده، ويروح يتسجل في الاذاعه اللي رفضوه كملحن واعتمدوه كمطرب، وقالوا له ان انت سنك صغير جدا وما نقدرش ان احنا نسجلك ملحن في التوقيت دون، لان كلمه ملحن دي لازم يكون حد كبير. وطبعا بليغ قدام اللي سمعه دون يرضى بالامر الواقع مع انه مش مطرب، بس كان نفسه في اي فرصه يثبت بيها نفسه كملحن. وتيجي الفرصه لبليغ حمدي مع الفنانه فاديه كامل، وعمل لها اغنيه كان اسمها ليه لا، ووراها اغنيه لفايزه احمد كان اسمها ما تحبنيش بالشكل ده، وتنزل الاغنيه وتنجح وتوصل لودن العظيم محمد فوزي. واول ما سمع الاغنيه بتاعت فايزه دي قال ان اللي لحن الاغنيه دي عبقري، بس ما كانش عارف اسمه. راح محمد فوزي متصل على طول بالاذاعه المصريه اللي قالوا له ان اللي لحنها شاب صغير لسه متخرج من معهد الموسيقى العربيه اسمه بليغ حمدي. قال لهم عاوز عنوانه، وإذ فجاه بليغ حمدي يتفاجئ بجرس الباب بتاع بيتهم بيخبط، ويفتح الباب يلاقي قدامه الفنان الكبير محمد فوزي، اللي اول ما بليغ حمدي شافه حضنه وما كانش مصدق نفسه. ففوزي قال له وهو بيضحك انت بقى بليغ حمدي؟ انت عارف يا واد انت هتكون اهم موسيقي في مصر في يوم من الايام، كل ده على باب الشقه. وفعلا اتبنى محمد فوزي بليغ حمدي فنيا، وخصوصا ان محمد فوزي كان عنده اكبر شركه للاسطوانات في مصر والعالم العربي وكان اسمها مصرفون. ويرشح محمد فوزي بليغ حمدي لليلى مراد اللي انبهرت بيه هي كمان، واللي كانت لسه متاثره بطلاقها من الفنان انور وجدي، وقالت له عايزاك تسمعني حاجه من اللي انت لحنتها. فجاب لها كلمات اسماعيل الحبروك تخنوه، ويسمعها بليغ لحن رهيب لسه بنسمعه لحد النهارده، لكن بنسمعه بصوت عبد الحليم حافظ اللي سمع ليلى مراد بتعمل بروفا للحن وعجبه جدا الكلمات بتاعه الاغنيه، واستأذن ليلى مراد ووافقت ليلى مراد علشان تقف مع الشباب الجديد، وبدأ التعاون ما بين عبد الحليم حافظ وبليغ حمدي في اغنيه تخنوه، وخصوصا ان هما الاثنين كانوا لسه في بدايات الطريق، وتكسر الاغنيه الدنيا ويبدأ يحط بليغ حمدي رجليه على اول الطريق، ويقع في التوقيت دون بليغ حمدي في حب سامية جمال، بس كان حب من طرف واحد. ولما بدأ يتنطط قدام سامية جمال كل شوية استغربت منه جدا، وقالت له في ايه يا ابني، هو انا كل ما اروح مكان ليك قدامي؟ قال لها بليغ وبطريقة مباشرة اصل بصراحة انا بحبك. ضحكت سامية جمال اللي كان في فرق كبير جدا في السن بينها وبين بليغ حمدي، وقالت له حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت عارف يا شاطر معنى الحب ايه؟ ويمشي بليغ ويعيط من قسوتها وشدة كلامها معاه، ويروح عند واحد صاحبه كان دفعته وصديقه في المعهد كان اسمه عبد الوهاب محمد، ويحكي له على كل اللي حصل. ويسبق عبد الوهاب محمد يسيبه من كل اللي سمعه ويمسك قلمه ويكتب كلمات الأغنية. وبليغ حمدي بالرغم من حزنه على سامية جمال على قد فرحه من الكلمات الجميلة اللي كتبها عبد الوهاب محمد واللي عبرت عن الموقف. وإذ فجأة يروح بليغ حمدي بعد القعده اللي قعدها مع عبد الوهاب محمد ويلاقي ان محمد فوزي قالب عليه الدنيا، فاتصل بمحمد فوزي لقاه بيزعله وبيقول له فينك يا ابني مش تسأل على ابوك؟ قال له والله يا استاذ مودي مش تمام. فضحك محمد فوزي وقال له طب تعالى لي اقعد معايا شويه وانا اخلي مودك تمام. فوزي كان بيحب فعلا بليغ حمدي، وبمجرد ما يروح له ويحكي له على اللي حصل يضحك محمد فوزي على الموقف طبعا اللي سمعه، بس تعجبه جدا الكلمات، ويمسك محمد فوزي العود ويلحن اول شطر فيها. لكن لقى بليغ قاعد سرحان، قال له سرحان في ايه يا بليغ؟ راح ماسك بليغ العود من محمد فوزي وقال له لا انا حاسس ان الكلمات تتلحن باللحن ده يا استاذ. وراح ماسك العود وبدأ يلحن كلمات الاغنيه، للدرجه اللي خلت محمد فوزي بعد ما بليغ خلص قال له انت عبقري يا ابني والله وانا هخدمك خدمه العمر، تحب تقابل ام كلثوم؟ وقف بليغ حمدي واتنطط وقال له الست ام كلثوم يا استاذ؟ انت بتتكلم بجد يا استاذ؟ ويرتب محمد فوزي سهره فنيه
في بيت دكتور من الدكاتره المشهورين، الدكتور زكي سويدان، وده كان من عشاق ام كلثوم الكبار، واتفق مع بليغ حمدي على حضور السهره زي ما بيحكي الاعلامي وجدي الحكيم بنفسه في كتابه بليغ حمدي مذكرات شخصيه وشهادات مثيره. طبعا فوزي كان من اصدقاء ام كلثوم المقربين بالرغم من انه ما لحنلهاش ولا لحن. وبيحكي وجدي الحكيم وبيقول لما راح بليغ حمدي للسهره ومعاه محمد فوزي خده من ايده وراح رايح لام كلثوم وقال لها بحماس هسمعك الليله دي ملحن هايل يا ست، هيكون له شأن كبير في السنين الجايه، سمع الست حاجه يا بليغ. وجدي الحكيم بيكمل وبيقول بليغ حمدي كان عايش على طبيعته وسجيته، فعلى طول قعد بليغ حمدي على الارض ومسك العود بتاعه. فطبعا كل الموجودين بصوا لبعضهم في استغراب، ايه الملحن اللي قعد زي مقرئ القرآن ده؟ وبص فوزي لأم كلثوم وهو بيشاور لهم بايده فيما معناه سيبوه على راحته. ويقول وجدي الحكيم بليغ حمدي حكى له بنفسه وقال له معرفش ليه يا وجدي لما مسكت العود بتاعي وبدات اعزف ربنا الهمني ان انا اغني كلمات اغنيه حب ايه اللي كانت مأثره فيا في التوقيت ده، رغم ان لما رحت السهره كنت بقول عايز اسمع الست اي لحن من اللي هي عارفاه علشان تشوف انا بعزف حلو ولا لا، لكن لما خلصت غنى المذهب وكنت متاثر قوي وانا بغني الكلمات الجديده واللحن الجديد ببص على يميني لقيت ام كلثوم قاعده جنبي على الارض وسط ذهول كل الحاضرين وقالت لي انت شطان يا واد يا بليغ. الليله دي حطت بليغ حمدي على اول سلالم المجد. فطبعا دخول بليغ حمدي اللي خدت منه ام كلثوم اغنيه حب ايه وقدمتها في 1 ديسمبر سنه 1960 خلى بليغ حمدي بقى خلاص ضمن الملحنين الكبار، رغم ان عمره وقتها كان 29 سنه. وطبعا بدات الناس وخصوصا كبار الملحنين يحاربوا بليغ حمدي، وبدات الصحافه تكتب على اغنيه ام كلثوم الاغنيه دي نجحت علشان اللي غنتها ام كلثوم مش اكتر، وان الشاب الصغير دون اخره اغاني صغيره وسريعه وما يقدرش ابدا انه يعمل مقدمه موسيقيه زي الملحنين الكبار. وطبعا بليغ حمدي اتاثر بالكلام دون، فجابته ام كلثوم وقالت له ما تزعلش يا ابني دي ضريبه النجاح. فقال لها بعد اذنك يا ست الاغنيه الجايه لو كان لينا عمر وكان ليا نصيب ان اعمل لك اغنيه ثانيه انا هعمل مقدمه موسيقيه خلي الناس تسقف وتطلب اعاده المقدمه دي من قبل ما انت تغني حتى. قالت له ورينا شطارتك. ام كلثوم كانت ست ذكيه جدا واهم حاجه عندها كان النجاح، وتيجي اغنيه بعيد عنك حياتي عذاب تكسر الدنيا في مصر وتثبت فعلا للكل ان بليغ حمدي ما جابتوش ولاده، ويزيد من ثقه كل مطربين مصر ويتعاونوا معاه اكتر واكتر. وبدا اللي اتعلموا من محمد فوزي يطوروا ويعملوا هو كمان، وبدا هو كمان ياخد بايد النجوم الجداد زي محمد رشدي وعمل له طاير يا هوا وعدويه، وعمل عبد الحليم حافظ وانا كل ما اقول التوبه. وهنا تيجي الفنانه ورده من الجزائر لمصر، وطبعا كانت جايه مخصوص لبليغ حمدي اللي انتشر اسمه في الوطن العربي كله، وانه بياخد بايد المواهب الجديده واللي حظه حلو يلحن له بليغ حمدي، بس بشرط انه يكون صوته حلو. وبمجرد ما بليغ حمدي يشوف ورده ويسمع صوتها الا ويقع في حبها على طول، وتبدا قصه حب كبيره ما بينهم، وعمل لها الحان كسرت الدنيا. وما ترددش بليغ حمدي لحظه وراح مسافر لاهلها وطلب ايديها للجواز، لكن ابوها رفض وقال له انا اصلا مش حابب ان بنتي تبقى فنانه وهي مسافره دون رضايا، اقوم مجوزها الفنان. وطبعا ابوها حس ان بنته اتعلقت ببليغ فاخدها غصب عنها وراح مرجعها الجزائر تاني، وراح مجوزها لواحد كان مسؤول كبير جدا في الدوله الجزائريه وكان قريبهم في نفس الوقت، وطبعا خلفت منه ابنها وبنتها وبعدت تماما عن الفن. وطبعا بليغ كان محطم نفسيا بسبب حبه الكبير لورده اللي قلب عليه كل المواجع، ونصحوه المقربين منه انه يتجوز هو كمان عشان ينساها، فاتجوز واحده خارج الوسط الفني لمده شهرين فقط، ولانه طبعا ما كانش بيحبها طلقها على طول. وتمر السنين وتيجي حفله كبيره في الجزائر وطلب منها الرئيس الجزائري اللي كان طبعا عارفها ان هي تغني اغنيه وطنيه لوطنها الكبير الجزائر، وطلب رئيس الدوله ان اللي لحن لها الاغنيه دي رياض السنباطي، ويجي السنباطي يعيا ويعتذر عن الاغنيه فتستدعي الجزائر بليغ حمدي. وطبعا كانت الفرحه الكبيره لانه هيقابل ورده وفعلا يسافر ويلحن لها الاغنيه. وقبل ما يرجع مصر اداها كلمات اغنيه تانية وقال لها لو في يوم رجعت مصر هتغني الكلمات دي، وكانت اغنيه العيون السود. وبعديها يا دوبك بشهرين تتطلق طبعا ورده من جوزها وترجع مصر تاني وتغني كلمات الاغنيه اللي كانت بتقول السنين عملت ايه فينا، السنين غيرتنا لا فرقتنا لا ولا دوبت فينا الحنين. وفي نفس السنه دي طبعا اتجوز بليغ حمدي ورده وعملوا مع بعض انجح واشهر الاغنيات اللي كسرت مصر كلها. وفي يوم 6 اكتوبر بمجرد ما سمع عن عبور مصر ما قدرش انه يخبي حبه الكبير لمصر، واخد ورده وفرقتهم الموسيقيه وعملوا الاغنيه الكبيره وانا على الربابه بغني اللي اتكتبت واتلحنت واتغنت
في نفس اليوم. لكن كانت مشكله ورده الكبيره مع بليغ حمدي انها كانت انسانه منظمه جدا، تعشق جو الاسره وما بتحبش السهر ابدا. الانضباط عندها كان مقدس جدا. وطبعا بليغ حمدي كان العكس تماما، كان انسان عشوائي بمعنى الكلمه، عمره ما لبس ساعه في حياته، وكان دايما بيقول الدنيا تتعاش بالبساطه والحب وبس. فطبعا الموضوع بالنسبه لورده كان كارثي، وخصوصا انها ممكن تكون محضره الاكل ومكلماه في التليفون ومؤكده عليه، وتتفاجئ انه ما جاش، وبيتصل بيها بعد 4 أو 5 ساعات يقول لها انه سافر لبنان او فرنسا. ده غير انها كانت بتغير عليه جدا، لكن حبها الكبير ليه كان مخليها بتتجاوز عن كل شيء. وطبعا كان بيطلب منها كل شويه انه نفسه يخلف، وهي طبعا كانت رافضه مبدا الخلفه تماما لانها كانت خايفه من عشوائيته. وتيجي سنه 79 وتعيا ورده عيا كبير، لكن في نفس التوقيت تتفاجئ ان بليغ حمدي اللي المفروض يكون قاعد جنبها بيتصل بيها ويقول لها ان انا سافرت دبي علشان جالي شغل مفاجئ. زعلت طبعا منه جدا وقالت له بس انا محتاجه انك تكون جنبي يا بليغ. قال لها معلش اصل انت عارفه ده شغل وجالي على فجاه. وبعديها بيومين بالظبط تتفاجئ ورده بمجله كانت كاتبه الاحتفال بعيد ميلاد سميره سعيد، واللي عمل لها عيد الميلاد كان بليغ حمدي. وكان في تصريحات في المجله ان جواز بليغ حمدي وسميره سعيد اصبح على الابواب. وطبعا ولاد الحلال ولعوا الدنيا ما بين ورده وبليغ حمدي. كان في ناس كتيره من مصلحتهم ان هم يفرقوا ما بينهم هما الاثنين. وطبعا ورده بعتت جابت اهلها واصرت على الطلاق، لكنه كان رافض الطلاق وقال لها كل دي اشاعات واوهام بيقولوها ناس بيكرهونا، لكنها اصرت لانها كان خلاص فاض بيها الكيل. وفعلا تم الطلاق ما بينهم بعد اجمل قصه حب. واول ما اتطلقوا عمل اغنيه كانت كل كلمه فيها مكتوبه لورده، بس غنتها ميادة الحناوي، كان اسمها الحب اللي كان، علشان يحسس ورده قد ايه كان بيحبها ويرجع تاني يعيش بليغ حمدي وحيد بعد ما بعدت عنه الانسانه الوحيده اللي كانت منظمه له حياته. بليغ حمدي ما كانش بيعرف يعيش لوحده ابدا، فشغل نفسه بالموسيقى والسهرات، كان فاتح بيته لاي حد من الفنانين والموسيقيين ووجوه جديده. وطبعا ده كان معروف عنه جدا لدرجه انه احيانا كان بيسيب كل اللي عنده في البيت ويخش ينام، واحيانا كانوا بيجوا حتى من غير ما يكون هو موجود. البيت كان مفتوح للكل، وطبعا كان كل دون غلط في غلط، لغايه لما جه اسود يوم عند بليغ حمدي يوم 17 ديسمبر 84. للاسف كان عنده ثري عربي من اللي بيسهروا عنده كل يوم، وكان على علاقه مع واحده من المغرب وكان معاها الجنسيه الفرنسيه، كان اسمها سميره مليان، كانت لسه مطربه جديده محدش يعرفها اصلا. والثري العربي دون قال لها انا هنتج لك شريط وهوفر لك كل سبل النجاح وهوديك عند اشطر ملحن في الوطن العربي وهخليه يلحن لك كل اغاني الشريط. وفعلا اتكررت بينهم السهرات في بيت بليغ حمدي. وجه اليوم المشؤوم، بليغ حس انه تعبان ودخل ينام، والبيت كان فيه ناس كتير جدا من ضمنهم سميرة مليان والثري العربي. وفجأة يصحى بليغ حمدي على صوت صريخ وهرج ومرج ودوشه كبيره جدا وسرينه البوليس تحت البيت. قام من النوم لقى مصيبه كبيره مستنياه. سميرة مليان ديا اترمت من شباك في شقته بدون ملابس، وغرفه النوم اللي وقعت منها دي كانت غرفة نوم مخصصها بليغ حمدي لضيوفه، وللأسف كان معاها الثري العربي في الأوضة. والكلام دون طبعا كله كان بشهادة كل الموجودين في الشقة عند بليغ حمدي، وشهدوا ان بليغ حمدي ما كانش ليه علاقة نهائي بالموضوع، لكن طبعا علشان هي شقته المصيبة لبست في بليغ. يمين شمال بليغ حمدي هو السبب، لكن قيل ان السبب ان بليغ حمدي كان اخوه مرشح لمنصب وزير الاعلام، وطبعا كان في شخصية عايزه المنصب ده، وحبوا طبعا ان هم يبعدوا اخوه عن المنصب دون عن طريق مصيبه كبيره، فاختاروا طريقه الرمي من فوق. واظن واضح طريقه الرمي من فوق دون الكلام على مين. وفي ناس تانية قالوا ان البنت كانت مريضه نفسيا، وفي ناس تالتة قالت ان حصلت خناقه بين الثري العربي والبنت وانتهت ان الثري العربي دون هو اللي رماها من الشباك. لكن الشيء الغريب ان الثري العربي دون بعد الواقعه بثواني اختفى للأبد. واللي كان أغرب من كده هجوم الصحافة الرهيب على بليغ حمدي وبدون مقدمات برغم من شهادة كل اللي في الشقة، للدرجة ان التهمة اللي توجهت له انه كان بيدير شقته لأعمال منافية للأداب. والصحافة ما مشيوش مع أي كلام تاني غير ان بليغ حمدي هو السبب. وبليغ حمدي كان في وسط ده كله بيبكي وبيقول ذنبي الوحيد اني كنت فاتح بيتي للكل. وبالرغم من كل ده إلا إن الشخص الوحيد اللي كان بيدافع عن بليغ حمدي كانت وردة، وقالت إن بليغ ما يعملش كده أبدا، بس للأسف طريقة حياته تسهل لأي حد إن يعمل له مؤامرة. وللأسف اتوجه لبليغ حمدي تهمة تسهيل الفجور، وحضر كل التحقيقات والجلسات لغاية لما حد قال له خد بالك
علشان هتاخد حكم. وقبل الحكم بيوم، وبالرغم من انه كان عارف ومتاكد انه بريء ومظلوم، سافر لفرنسا لانه خاف يتبهدل، واتحكم عليه غيابي بسنه سجن. بس هو فضل في فرنسا 5 سنين كاملين. كان خايف طبعا يرجع، وكان متاثر جدا ببعده عن مصر، وكان صعبان عليه كل فنه وعمره وسمعته اللي بيضيعوا قدام عينيه. وبالرغم من كل ده منسيش حب عمره وردة، وبعت لها أغنية كانت هي آخر لقاء فني بينهم: بودعك وبودع الدنيا معك. ويبعت بليغ حمدي رسالة للرئيس مبارك اللي قال له فيها سطر واحد بس: وحشتني مصر قوي يا ريس بس خايف ارجع لها. ويأمر الرئيس مبارك بإعادة فتح التحقيق تاني، ويصدر الحكم ببراءة بليغ حمدي. ويبعت له الرئيس مبارك ويقول له: ارجع وما تخافش، دي بلدك، مصر عمرها ما بتقفل بابها قدام ولادها. ويرجع بليغ حمدي اللي لقى كل فنانين مصر في استقباله، وعملوا له حفلة كبيرة جدا بمناسبة براءته. وطبعا وردة كانت عارفة ومتأكدة هو قد ايه بيتأثر نفسيا، فعلشان كده كانت على طول ملازماه. وكان بيبكي دايما وهو معاها، وقال لها زي ما حكت هي بنفسها انه حس انه فقد نجوميته وحاسس انه تايه. وطبعا كانت نفسيته بتسوء كل يوم عن التاني. وتيجي سنة 93 ويظهر على بليغ حمدي المرض، وطبعا سافر فرنسا واكتشف اصابته بسرطان الكبد. وبعد اول جرعه علاج ما يستحملش جسمه الضعيف ويموت بليغ حمدي بعد ما افنى حياته كلها لفنه وجمهوره اللي عشق الحانه، وساب مصر وفنها امانه في ايد الاجيال الجديده اللي للاسف وصلوا الفن للي وصل له دلوقتي. طول عمر مصر فنها الهادف بيغزو العالم، وطول عمر الأغنية في مصر بتعبر عن حالها. لو فرحانة مصر هتعرف من الأغاني، ولو حزينة هتعرف. لكن للأسف اللي وصلنا له دلوقتي مش عارف يتقال عليه إيه بصراحة. كلمة انحطاط بقت قليلة، كلمة انعدام الذوق ما بقتش كفاية. تفتكروا العيب في مين؟ في اللي بيقدم السخافة، ولا اللي بيسقفوا لها؟ في الأشكال اللي الواحد بيتكسف منها لما بيشوفها، ولا في الناس اللي بقت بتمجد فيهم وبتشكرهم على انحرافهم وتشويههم لوجه مصر؟ لا، مش ممكن تكون دي مصر. مصر سيد درويش والسنباطي والموجي وبليغ حمدي، مصر احمد رامي وحسين السيد ومرسي جميل عزيز، مصر عبد الوهاب وام كلثوم وعبد الحليم. لا، العيب فينا، احنا اللي بنشجع، احنا اللي بنسقف، احنا اللي بنشير. انتوا عارفين النتيجه؟ النتيجه مصيبه كبيره هتشوفها في ولادك لو ملحقتش تقف في وش الاسفاف والضياع اللي بنقابله. للاسف الموجه دي اصعب وبكتير من موجة المخدرات، موجة ضياع أجيال كتير جاية في الطريق. الفن طول عمره رسالة. بليغ حمدي وكل الأجيال اللي احنا استلمنا راية فنهم حفروا اسمهم وعرفونا معنى كلمة فن راقي يشرف مصر، وصبحوا في فنهم دون أجمل حكاية كان ليها أصل.